متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على صفحة إيهاب محروس. كلنا النهاردة متابعين الأخبار المتداولة حوالين مفاوضات النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة السابق ولاعب نادي الزمالك السابق. في البداية كده احنا عايزين نأكد على إن أشرف بن شرقي مش موجود في النادي الأهلي. مفيش أشرف بن شرقي. مفاوضات اللي ظهرت الساعات الأخيرة بتتمثل في حاجة واحدة بس، إنه لاعب فريق تم عرضه على النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما ردش ولم يقدم أي عرض رسمي أو أي عرض مالي سواء للاعب أو لوكيله اللي اتكلم في الساعات الأخيرة مع أحد مسؤولين النادي الأهلي وشقيقه اللي عرض إنه يجي مصر لإتمام التفاوض لو في رغبة من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب. لكن احنا المؤكد جوه النادي الأهلي النهارده إن أشرف بن شرقي مش في حسابات النادي الاهلي. الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده كولر رفض تماما فكره التعاقد مع اشرف بن شرقي، وشايف انه مفيش حاجه للاعب في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي بيضم اثنين من افضل الجناحات اللي موجودين في الناحيه الشمال، حسين الشحات واحمد عبد القادر، وانه مش محتاج انه يجيب لاعب اجنبي ثالث هيكلف خزينه النادي مبالغ كبيره جدا من العمله الصعبه، خصوصا ان احنا عارفين ان النادي الاهلي بيعاني من ازمه ماليه زي كل الانديه المصريه في الفتره الحاليه. كل اللي حصل ان اشرف بن شرقي اتعرض على النادي الاهلي، والنادي الاهلي رفض فكره التعاقد معاه في الفتره الحاليه، وان كان الفكره اللي عرضها وكيله ان يقلل من قيمه الراتب اللي كان بيتكلم فيه، او قبل كده كان بيتكلم في 2 مليون دولار سنويا، لانه لاعب فري طبعا مش هيكلف النادي التعاقد لناديه. ففكره ان النادي الاهلي ممكن يفكر فيه لو قلل الراتب بتاعه، انا رايي الشخصي اعتقد ان برده مش هيكون موجود في الاهلي الفتره اللي جايه. طيب عندنا رضا سليم كلام عمال يكتر عليه الفترة الأخيرة، وموقف النادي الأهلي منه إيه؟ النادي الأهلي موقفه لم يتغير في صفقة أو في مفاوضات رضا سليم. النادي الأهلي عرضه للفريق المغربي توقف عند $1.5 مليون، والفريق المغربي الجيش الملكي المغربي عايز يوصل الصفقة ل $2.5 مليون، واعتقد ان الاهلي صعب ان هو هيدفع المبلغ ده، وهو شايف ان الرقم اللي هو عرضه رقم مناسب، ويمكن لو قدر ان هو يزوده شويه يبقى في امكانيه فيه. لكن النادي الاهلي مش هيوصل للرقم اللي بيتكلم فيه الفريق المغربي. في قناعه في النادي الاهلي بامكانيات اللاعب، وكولر مقتنع بامكانيات اللاعب. يعني ده لازم نبقى متفقين عليه، ان النادي الاهلي شايف ان هو لاعب واعد جدا، ولاعب قدم مستوى كبير جدا في الموسم اللي فات، واحنا شايفين كمان ان مستوى اللعيبه المغاربه بالتحديد مستوى بيدي ثقه كبيره جدا لكل الانديه اللي التعاقد معاهم، بيقدموا مستويات كويسه جدا، عندهم ثبات كمان وعندهم امكانيات كبيره جدا. فاعتقد ان ممكن يكون رضا سليم صفقه مهمه للنادي الاهلي لو تمت على خير باذن الله. طيب الحاجه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها النهارده هو ملف المهاجم بقى. ملف المهاجم وصلنا فيه لايه؟ خلينا متفقين في البدايه ان ملف المهاجم اتكلم فيه كولر وحدد اختياراته من يناير اللي فات. يعني كولر في الترشيحات اللي اتقدمت له من يناير اللي فات لحد الان هو تمسك باختيارين. الاختيار الاول بالنسبه له كان سوزا المهاجم البرازيلي، المهاجم جنبك الكوري الجنوبي، والاختيار الثاني هو كان موليكا مهاجم بشكتاش. موليكا فشلت كل المفاوضات معاه لمغالاة ناديه في طلباته الماليه، فاصبح قدامه دلوقتي هو سوزا. طيب سوزا عرفنا ان النادي الاهلي انهى الاتفاق مع ناديه، اتفق على كل الامور الماليه، ولكن فوجئ بقى في الساعات الاخيره بتراجع النادي الكوري عن اتمام الصفقه بعد الاتفاق على كل شيء، بحجه ان ما عندوش بديل قوي او ما قدرش يتعاقد مع مهاجم يعوض غياب سوزا، برغم ان هو ضم 2 لعيبه في مركز المهاجم، ولكن مش بامكانيات سوزا. ويمكن ده اللي خلى النادي يتراجع شويه في اتمام الصفقه. طيب الاهلي وقف لحد هنا؟ لا، الاهلي ما زال فاتح باب المفاوضات، ما زال مستمر في قسم مفاوضاته مع سوزا حتى بعد انتهاء وغلق فتره القيد في كوريا الجنوبيه. مشكلتنا دلوقتي مش في غلق باب القيد، مشكلتنا في ان النادي الكوري يتمم الاتفاق. النادي الكوري تراجع بشكل غريب عن الاتفاق اللي تم معاه في الساعات الاخيره، ويمكن نشوف الساعات اللي جايه انفراجه في فكره سوزا. الاهلي بقى ما وقفش عند هنا، الاهلي شغال على ناحيه تانية خالص بقى.
المهاجم الافريقي المحترف في احد الدوريات الاوروبيه. وده كان ترشيح كولر من البدايه. لما فشلت صفقه موليكا، لقينا ان كولر عرض على اداره النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم افريقي متكتمين جدا على اسمه في الفتره الحاليه، وعارفين كمان ان هو لاعب صغير في السن، ما تخطاش ال 25 26 سنه، ولاعب كمان ارقامه اعلى وافضل من ارقام سوزا. والمشكله الوحيده عند المهاجم ده ان قيمته الماليه اكبر بكتير من سوزا. يعني النادي الاوروبي طالب 4 مليون دولار للاستغناء عنه. يمكن ده شويه اللي مخلي النادي الاهلي مفضل التعاقد مع سوزا، اللي هيكلف النادي اقل من كده بكتير. يعني هيكلف تقريبا، الصفقه هتكلف النادي حوالي 700 الف دولار، وراتب سوزا تقريبا مش هيتجاوز ال 900 الف دولار. بالعكس بقى المهاجم الافريقي الثاني الراتب بتاعه هيوصل ل 1.5 مليون دولار، وقيمه الصفقه بنتكلم في 4 مليون دولار. واحنا عارفين الانديه الاوروبيه لما بتحدد سعر بيبقى صعب ان هي تنزل عنه بشكل كبير. يعني ممكن لو انت وصلت معامله 3.5 مليون دولار يبقى كويس، لكن اقل من كده هيبقى صعب جدا لانديه اوروبا ان هي تنزل المبالغ الكبيره دي. يبقى احنا قصه المهاجم الافريقي منتظرين ومكملين فيها لحد ما نشوف هتوصل لحد فين. طيب اخر حاجه كنا بنتكلم فيها النهارده هي احتراف محمد الشناوي ورحيله عن النادي الاهلي بعد تلقيه عرض من النصر السعودي. طيب قصه محمد الشناوي ايه بقى؟ محمد الشناوي متمسك بتنفيذ وعد اداره النادي الاهلي ليه بالسماح ليه بالاحتراف حال تحقيق بطوله افريقيا، وهو قدر يحقق بطوله افريقيا في الثلاث سنين اللي فاتت مرتين، وظهر بصوره يعني ممتازه جدا، واصبح دلوقتي من حقه انه يطالب بوعد اداره النادي الاهلي ليه. وكان سبق ليه ان هو تخلى عن اكتر من عرض ورفض اكتر من عرض، سواء كان من النصر السعودي قبل كده او من ويجن الانجليزي، علشان خاطر النادي الاهلي كان محتاجه في الفتره دي. لكن دلوقتي اداره النادي الاهلي يمكن عندها ثقه اكبر شويه في الحراس اللي موجودين. شايفين مستوى علي لطفي لما شارك في بعض المباريات كان بيأدي بصوره كويسه. شفنا كمان مصطفى شوبير لما شارك في نهائي افريقيا يعني كان مطمئن جدا وظهر بصوره كويسه جدا. وشفنا حمزه علاء لاعب المنتخب الاولمبي ظهر بصوره جيده في بطوله كاس الامم تحت 23 سنه مع المنتخب. ويمكن ده ادى نوع من الثقه عند النادي الاهلي في ان ممكن تعويض الشناوي ما يبقاش يعني ازمه كبيره في الفتره الحاليه، خصوصا ان هو قدم اللي عليه وقدم بصوره كويسه جدا، وكان احد الاعمده والاسباب الرئيسيه لفوز النادي الاهلي بالكم الكبير من البطولات خلال السنين الاخيره. وفي السنه الحاليه اللي حقق فيها 5 بطولات، ويعتبر ده موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي او سيد المواسم كما اطلق عليه كتير من قيادات النادي الاهلي. الفتره الجايه ممكن نشوف محمد الشناوي خارج النادي الاهلي، ده امر وارد، وان كان يعني في اصوات كتير جوه النادي الاهلي شايفه ان فكره التخلي عن الشناوي في الفتره دي فكره صعبه جدا. ده اللي ممكن نشوفه الفتره اللي جايه. واشكركم على المتابعه، واتمنى دعمكم دايما في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.